في الفيديو ده انا هجيب لك الخلاصه بتاعت ايفون 15 برو. هكلمك عن كل حاجه تخص تصميم الموبايل، عن مميزات وعيوب الشاشه، وعن قوه المعالج والمشاكل اللي موجوده في الكاميرا. مبدئيا كده اول ما تفتح علبه الموبايل مش هتلاقي حاجه موجوده في العلبه غير الموبايل ووصله الشاحن بس، ودي طبعا حاجه مش حلوه لان الموبايل ده سعره $1100 ومش موجود معاه شاحن. تصميم الموبايل كشكل، الموبايل شكله عادي جدا. تصميم الموبايل تقليدي بصراحة. التصميم ده شفناه في موبايلات شركة ابل اخر 4 سنين مثلا او 5 سنين، اللي هما الثلاث كاميرات اللي موجودين عكس بعض، موجودين في نفس المكان ونفس حتى مكان شعار ابل. كخامات الموبايل ده ظهره مصنوع من الازاز، لكن الحواف بتاعته مصنوعة من التيتانيوم. الخامات كويسة جدا، بس في فيديوهات كتيرة جدا يعني ظهر فيها الموبايل على يوتيوب ان هو بينكسر بسهولة. سويتش السايلنت هنا اتغير واتحط مكانه زرار. الزرار ده مش مهمته بس انه يعمل الموبايل سايلنت، ممكن تخليه يعمل مهام تانية زي مثلا انه يغير الخلفية بضغط على الزرار، يفتح موبايل لو انت ضغطت على الزرار. ممكن بقى توظفه بطريقتك، شوف انت عايز يعمل ايه وهو هيعمله. من المتغيرات برضو اللي حصلت في الايفون 15 برو انهم غيروا مدخل اللايتنينج وحطوا مكانه مدخل يو اس بي سي، ودي تقريبا احلى حاجه حصل فيها تطور في الايفون 15 برو من حيث التصميم. شاشه ايفون 15 برو جايه بالشرطه الشهيره بتاعت شركه ابل مع حواف صغيره جدا، والكلام ده هيظهر لو انت قارنت الموبايل ده باي موبايل اندرويد حوافه صغيره. هتلاقي الموبايل ده الحواف بتاعته تقريبا مش موجوده. الموبايل عباره عن شاشه ال 15 برو الوانها تحفه لو انت قررت تتفرج على فيديوهات. وكمان هنا برضو الشاشه جايه بريفريش ريت 120 هرتز، والشاشه دي برضو بيوصل سطوعها ل 2000 نتس، فالشاشه هتكون تحت اشعه الشمس واضحه جدا، مش هتواجه معاها اي مشكله. معالج ال 15 برو وهو ال A17 بايونيك، المعالج ده قوي جدا واقوى بكتير من اي معالج موجود دلوقتي. اداء ال 15 برو في حته تانية خالص، الموبايل سريع سرعه مش طبيعيه بسبب المعالج القوي والسوفت وير السريع بتاع شركه ابل، وكمان الشاشه ال 120 هرتز. اداء بقى الموبايل في الالعاب، الموبايل هنا خطير. الموبايل ده حرفيا تقدر تلعب عليه اي لعبه من غير ما تواجه اي مشكله، وتقدر تلعب اللعبه دي على اعلى اعدادات كجرافيكس في اللعبه. ال 15 برو هنا جايب 3 كاميرات. الكاميرا الاساسيه جايه بدقه 48 ميجا بكسل. بكل صراحه الصور اللي بتطلع من كاميرا الموبايل حلوه، الوانها جامده، كم التفاصيل اللي موجوده في الصور هنا مش طبيعيه، تحس ان الصور متصوره بكاميرا بروفيشنال مش كاميرا موبايل. حتى الالوان اللي موجوده في الصور الوان طبيعيه قوي. في ميزه حلوه جدا انضافت، وهي ان انت ممكن تتحكم في البورتريه بعد ما تصور الصوره. يعني ممكن تشيل البورتريه وممكن تحط في حاجه غريبه انا لاحظتها، وهي ان الصور اللي بتطلع من كاميرا ال 15 برو فيها تفاصيل اكتر عن الصور اللي بتطلع من ال 15 برو ماكس. الكلام ده بيظهر لما احنا بنعمل زوم في الصور. ال 15 برو بيصور فيديوهات تحفه. سعة بطارية ايفون 15 برو، استني بس كده اقول لكم الرقم، 3383 ملي امبير مع شاحن سريع 12 واط. يعني بصراحة كده لا تعليق على حتة البطارية في الموبايل بشكل عام كسعة وكشاحن سريع. الموبايل ده بيتباع هنا في مصر دلوقتي ب69,000 جنيه. الموبايل كويس بس مش مناسب لكل الناس.